لو نفسك تبدأ تستثمر في البورصة بس مش عارف تبدأ منين ولا تدير فلوسك ازاي، فالكلام اللي جاي ده ليك. الفترة دي البورصة المصرية مولعة، شركات خاصة بتطرح أسهمها، والحكومة كمان ناوية تطرح شركات حكومية ضمن خطة وثيقة ملكية الدولة. يعني السوق شغال ومليان فرص، بس كمان محتاج وعي وإدارة صح. الخبراء بيقولوا إن أول خطوة للنجاح إنك تتعلم إدارة رأس المال، وأهم حاجة ما تحطش كل فلوسك في سهم واحد. قسم محفظتك، 20% لأسهم المضاربات اللي بتتحرك بسرعة، و40% لأسهم الشركات القوية اللي بتحقق أرباح، و40% خليك محتفظ بيها كسيولة عشان تقدر تقتنص أي فرصة في وقتها. وبعد شهرين من شغلك في السوق وقف كده وراجع نفسك، هل أنت كسبت ولا خسرت؟ الأسهم اللي نزلت شوف لو ممكن تتعوض ولا لأ، واللي طلعت قيم هل وصلت لقمتها ولا لسه فيها نفس. أما الأسهم اللي مش بتتحرك خالص فده قرارك بقى تكمل فيها ولا تبدل. انت بقى قول لنا، هل جربت تستثمر في البورصة قبل كده ولا لا؟